بداية أشكر القضاء العراقي على إنصافي وبالتحديد القاضي رائد مصلح، وأني آسف وأعتذر عن أي تصرف بدر مني دون قصد أو تصرف مسيء، وأعيد وأكرر اعتذاري وبخيل ما يصلي على محمد وآل محمد. وهسه راح أفسر لكم شغلة من خلال كلامي حتى لا يكون اكو لا لغط ولا فلان يأول من عنده وفلان يصرح من عنده. بداية أني لا حد تعدى علي ولا حد تجاوز علي ولا حد هاني ولا حد ساومني ولا حد استفزني ولا حد طلب مني شيء. وكذلك أشكر مدير أمن نينوى العميد فلاح جزيل الشكر. ناس تقول غسيل أموال، ناس تقول جهات تدعمه، ناس تقول منو بظهره، ناس تقول هذا بالمخدرات، ناس تقول أخذوه بتزون، ناس تقول أخذوه منه فلوس، ناس تقول ساوموه. من فضل رب العالمين كل هاي الأمور ما صارت. ألف الحمد لله والشكر. لا عندي شيء خالف الله ولا عندي شيء خالف القانون، وكل من يحب يجي يستثمر بهاي المدينة ويشتغل بهاي المدينة. المدينة تعم بأمن، الموصل الحبيبة وأمان واستقرار وازدهار وحركة عمرانية. واحد يطلع يقول لي أنت شلون تقول؟ شلون ما تخاف لا يبتزوك؟ شلون ما تخاف لازم جهات ساندتك؟ لا تعرف ليش أنا ما أخاف؟ لأن القضاء بمدينة الموصل جدا قوي، بفضل القاضي رائد مصلح المحترم، بفضل قواتنا الأمنية البطلة. وشكر خاص للقاضي رائد مصلح على إنصافي، وشكر خاص للعميد فلاح المحترم مدير أمن نينوى، اخوكم وخادمكم اني وبخيل الما يصلي على محمد وآل محمد. وكل من يالف من عنده من فضل رب العالمين. حاب اقول لك اني شخص على حد السيف امشي، لا خالف الله سبحانه وتعالى ولا خالف القانون ولا عندي اي شغله مسيئه. كان عندي بعض التصرفات ونبهوني عليها، وكان عندي بعض الاشخاص نبهوني عليهم، وبخيل الما يصلي على محمد وآل محمد. واعيد واكرر اي شخص حاب يجي يستثمر بهاي المدينه ويجي يشتغل بهاي المدينه، الموصل تعم بامن وامان وازدهار وحركه عمرانيه تضاهي كافه محافظات العراق. ال 18 محافظه اقدر اقول لك امن محافظه هي الموصل بفضل قضائها القوي. وبخيل الما يصلي على محمد وآل محمد. اني واحد من الناس لا حد ابتزني، لا حد عدى علي، لا حد ضربني، لا حد ساومني. اللي شافني منهار ومنصدم والباحه قمت تبكي هذا شيء طبيعي، لان انا رجال مو خريج سجون وما طاب سجن، اول مره بحياتي انسجن، ما متعود على هذا الشيء. يعني لا ابو مشاكل، لا ابو سين وجيم، ولا ابو قال وقلت، من شغلي على البيت ومن البيت على الشغل. فجدا انصدمت، لا حد ضربني، لا حد تجاوز علي، لا حد ساومني، لا حد طلب مني شيء. بس اني ما متعود على هاي الاجواء، ما متعود. واعيد واكرر اللي حب يجي يستثمر بهاي المدينه الموصل تعم بامن وامان واستقرار وتطور وحركه عمرانيه وبنى تحتيه. وانا انصح اي شخص مستثمر يجي يستثمر بهاي المدينه من فضل رب العالمين وبفضل قواتنا الامنيه البطله وبفضل قضاتنا الابطال. الموصل تعم بامن وامان وازدهار الحمد لله من فضل رب العالمين. لا حد عدى علي. وهسه تقولوا لي شلون انت تطلع تقول عندي فلوس وعندي فلان شيء وعندي فلان شيء؟ ما تخاف، لازم جهات ساندتك، لازم احد ساندك. لا، انا تعرف ليش ما اخاف؟ لان امن وامان بداخل مدينه الموصل وانعدام الجريمه بفضل قواتنا الامنيه البطله وبفضل قضائنا القوي. الف الحمد لله والشكر. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله بالسراء والضراء. اعيد واكرر اي شخص يحب يجي زياره لمدينه الموصل ويحب يستثمر بمدينه الموصل، اعيد واكرر على هاي الفقره، المدينه تعم بامن وامان وازدهار وحركه عمرانيه وتطور. كل من يحب يجي يستثمر بالمدينه الله محييه، واذا القاع ما يشيلوا عيوننا، عين غطا وعين فراش. المدينه تعم بامن وامان. اعيد واكرر.